أحلى وأجمل وأطعم فتة ممكن تدوقوها في عيد الأضحى المبارك هي فتة الخل والثوم. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. في طاسة على النار هننزل بمعلقة كبيرة من السمنة، وننزل عليها بتوم فرمينه في الكبة، ونقلبهم كويس على النار لحد ما التوم بتاعنا يصفر لونه. هننزل عليه بنص كوباية من الخل ونقلبهم كويس قوي، وهناخد جزء من الخليط ده نخليه على جنب علشان نقشه على وش الفتة. وبقية الخليط هننزل عليه بعيش ناشف احنا محمرينه في السمنة، وهنقلبه كويس قوي مع خليط الثوم والخل علشان العيش ياخد من طعمه. ولما يتقلبوا كويس مع بعض هننزل عليهم بشوربة من اللحمة الضاني او شوربة اللحمة الضاني، ونقلبهم كويس لحد ما العيش بتاعنا يطرى. هننزل بيه في طبق التقديم بتاعنا، ونبدأ نغطيه برز ابيض مفلفل عادي. ولما نغطيه بالرز هنرش على الوش فلفل اسود، وهنجيب كام معلقة خليط الخل والثوم والسمنة اللي احنا خليناهم على جنب، هنرجعهم تاني للطاسة ونضيف عليهم 3-4 معالق خل، ونستنى لما يغلوا. هنرشهم على وش الفتة بتاعتنا، بتفرق جدا في طعمها بتدي لها ريحة حلوة قوي. وكده فتة الخل والثوم بتاعتنا جهزت وخلصت. مش قادرة اقول لكم طعمها قد ايه جميل، وبيبقى طعم الثوم متركز جدا بالطريقة ديت في العيش وفي الرز. وطبعا هي أكلة من الأكلات التراثية اللي لازم كلنا بنعملها في عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير. لو عجبتكم وصفة النهاردة أتمنى ان انتم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات. وكل عام وانتم بخير، عيد أضحى مبارك عليكم.